حطي شوية رز في درج الغسالة، فكرة وسر قال لي عليها فني تصليح الغسالات، معظم الستات ما تعرفهاش، هتحل معاكي اكتر مشكلة ممكن تقابليها مع الغسالة. النهاردة هتجيبي كده شوية رز وتحطيهم في درج الغسالة، وهقولك احنا بنعمل كده ليه. الفيديو مليان افكار كتيرة قوي، عايزاكي تخرجي مستفيدة معايا، عشان كده كملي الفيديو للاخر وشوفي كل الافكار اللي موجودة، وباذن الله هتعجبك. يلا كده نبدأ مع بعض باول فكرة. لو عجبتك الافكار لايك حلو منك بسرعة، وتعالي نشوف مع بعض. اول فكره معايا، لو انت عندك بسكوت العيد كده فيه شويه اتحرقوا منك، هقولك على فكره حلوه قوي. هتجيبي كده المصفى وتبتدي ان انت تمشي على البسكوت وكل الحاجه اللي اتحرقت منك واتلسعت منك في الفرن دي، زي ما انت شايفه كده، هتشيلك كل الوش المحروق. وفي نفس الوقت بصي بمنتهى السهوله هتمشي كده عليها، بمجرد بس انت تمشي عليها كده هتطلع لك كل الجزء المحروق جوه المصفى، والباقي هيطلع معاكي سليم. بصي عملوا ازاي كل الحاجات اللي اتحرقت مني طلعت معايا زي ما انتي شايفه. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. الصيف طبعا قرب والحر جاي وريحه العرق بقت قويه، فتعالي بقى اقولك على حاجه تشيلك ريحه العرق، وفي نفس الوقت هتفتح لك الاماكن الغامقه اللي موجوده تحت القبض، وتنعمها كمان بحاجه بسيطه جدا موجوده عندنا في كل بيت. هتجيبي كده الخياره وتبشريها ناعم خالص، وتاخدي الميه بتاعتها، هيديكي كده معلقه او معلقتين من ميه الخيار، هتاخديهم وتصفيهم كويس جدا من الخيار اللي احنا بشرناه ده. وبعد كده هتحطي عليها معلقه من زيت الزيتون، وتدهني بقى يا ست الكل، استحالة تشمي ريحة عرق، وفي نفس الوقت هتنعم، وفي نفس الوقت هتفتح معاكي كل الأماكن الموجودة الغامقة عندك. جربيها وهتدعيلي. تعالي نشوف تالت فكرة، ودي تالت فكرة حلوة قوي للناموس والدبان. لو انتي بتحبي تشغلي المبخرة كده أو البخور في البيت، حطي معاه عود من القرفة، هاتي عود من القرفة كده، حطي نصه أو ربعه، تمام. وعايزة أقولك هتقضيلك على الناموس والدبان والهموش بإذن الله، لأن ريحة القرفة قوية جدا، احنا بنحب ريحتها، بس الناموس بيكره ريحة القرفة خالص. بمجرد ان انت تبخري الشقة بتاعتك بالبخور والقرفة هتقضيلك على الناموس. الفكرة اللي بعد كده، ورق الزبدة ساعات بيتبقى مننا كده حتت متقطعة من اللفة، اوعي ترميها، ده انت روحي بيها على كل المرايات والازاز الموجودة عندك في الشقة، هتلمعهم بمنتهى السهولة من غير اي ملمع خالص. جربيها وهتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. عندي المبشرة ناس كتير قوي بتسنها وبرده ما بتبشرش كويس. هي الفكرة مش ان هي مش مسنونة، الفكرة ان انتي هاتي كده مفك او اي حاجة ارفعي بيها السنون بتاعتها بالشكل ده، علشان مع الوقت بتلاقيها نزلت لتحت ومش بتبشر كويس، لما ترفعيها تاني كده لفوق هتلاقيها بشرت معاكي كويس جدا. تعالي اقولك على حركة حلوة قوي ممكن تعمليها لشعرك او لشعر بنوتك. لو انتي عايزة مثلا تبقى ريحة شعرك حلوة بعد الشاور كده، هاتي كده اي برفن او ميه ورد وهرشيها على المشطه وسرحي بيها. هاتي بقى كده شويه رز وروحي كده هاتي درج الغساله اللي مغلبك ده. بجد الفكره دي انا اول مره اسمع عنها، وفعلا لما جربتها طلعت جميله جدا. ناس كتير قوي بتبقى نفسها تنظف درج الغساله من بواقي الاريال والعفن اللي بدأ يظهر فيه ومش عارفه تعمل ايه. عارفه لما تيجي تغسلي الرز، انا مش بقولك هننضف بالرز طبعا، حاشا لله دي نعمه، انا عايزاكي بس ميه الرز اللي انت بترميها في الحوض اللي انت ما تعرفيش قيمتها دي طلعت كنز في بيتك فعلا، ليها استخدامات كتيره قوي. بصوا انا بوريكي ميه رز، يعني دي ميه رز، انا خلاص خدت الرز بتاعي، وتاخدي الميه بقى دي اللي انت بترميها في الحوض وبتروح في الصرف دي وما تعرفيش قيمتها، دي اوعي ترميها، هاتيها كده عندك وحطي عليها نص ليمونه، تمام، واعصريها كويس. وبعد كده تحطي عليها كيس من بيكنج باودر. عشنا طول عمرنا بنرمي ميه غسيل الرز دي، محدش عارف قيمتها، بجد روعه. اوعي تفرطي في ميه غسيل الرز، بدل ما ترميها في الحوض لا استخدميها في حاجات هقولك عليها كتير قوي. من ضمن الاستخدامات اللي انا سمعت عنها ان انت لو حطيتي عليها كيس بيكنج باودر وشويه ليمون هتفور لك كل الاريال اللي ماسك في درج الغساله، اللي مش عارفين نطلعه ومش عارفين ننضفه. بجد الفكره دي حلوه قوي قوي، من غير مجهود هتنضف معاكي درج الغساله. بس هاتي كده الليمونه ودعاكي بقى كده وسيبيه ليله كامله، تمام، منقوع في البيكنج باودر والليمون وميه الغسيل اللي انا غسيل الرز. بتفور فعلا الحاجات الاريال اللي بيبقى ناشف في درج الغساله ومش عارفه تنضفيه، هيطلع معاكي بمنتهى السهوله، بمجرد ان انت تصحي تاني يوم الصبح تحت الحوض بقى كده وتغسليه بحته سلك
وميه سخنه هتلاقيه دابت معاكي تماما من غير اي مجهود زي ما انت شايفه. وادي النتيجه. طبعا الحتت الصغيره دي بتبقى عايزه فرشه اسنان، هجيب فرشه اسنان وهنضفها بيها، بس حرفيا النتيجه حلوه قوي. جربي الطريقه دي وباذن الله هينضف معاكي من غير ما يغلبك خالص. اقلبي ازايز الزيت في الكوبايات، وتعالي بقى اقولك على سر معظم الستات ما تعرفوش. هتوفري في الزيت وهتعملي معايا الحركه دي بجد روعه. هتجيبي كده كل ازاز الزيت اللي موجوده عندك وكوبايتين من الازاز، واقلبي الازاز جواها بالشكل ده، وهاتي كمان مناديل بتاعه المطبخ وشويه ميه. وتعالي بقى اقولك على سر معظم الستات ما تعرفوش. الفيديو مليان افكار كتيره قوي هتعجبك وهتخرجي مستفيده. فيلا كده لايك حلو منك بسرعه، وقولي لي انت من انهي بلد بتتابعي معايا الفيديو النهارده، واوعدك ان شاء الله تعجبك قوي الافكار. اول فكره معايا هقولك على طريقه سهله جدا نطلع بيها الاسترتش رول ده. لو عندك مثلا مش راضي مش عارفه تجيبي البدايه بتاعته فين، بتجيبي كده بخاخه وفيها شويه ميه وتلفي كده. عايزه اقولك هتطلعيه بمنتهى السهوله، وهتلاقي الطرف بتاعه طلع معاكي زي ما انت شايفه كده بشويه الميه. جربي الحركه دي لو انت عندك الاسترتش رول مش عارفه تطلعي وتجيبي بدايته فين او اخره فين. تعالي بقى نشوف الفكرة رقم 2. تاني فكرة معايا، لو انت من النوع الناس اللي ايديها بتوجعها وهي بتضرب مثلا البيض او بتعمل كيك او اي حاجة، ايدك مثلا بتوجعك او متقدريش ان انت تشيلي اللي هو المضرب ده مدة طويلة لان هو بيبقى تقيل، تعالي اقولك على حركة حلوة قوي واعمليه بقى وانسي ان انت تمسكيه في ايدك تاني. بتجيبي كده اي عندك بلانشه قديمه زي ما انت شايفه ما تكونيش بتستخدميها، وتجيبي بقى كده عندك اللي هي البتاعه بتاعه مضرب البيض وتدخليها في الجهاز بالشكل ده. تمام. وثبتيها كويس جدا، وهاتي الطبق بتاعك لو هتضربي بيض هتضربي اي حاجه، وسيبيه شغال من غير ما تقعدي تمسكي ايدك كده ودراعك يوجعك. تعالي اقولك على فكره رقم 3 هتوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. كلنا بنحب نستخدم منظف الازاز اللي هو الملمع بتاع الازاز ده، بس بنستهلك منه كميات كبيره. طب تعالي اقولك ازاي هتعمليه في البيت بمنتهى السهوله بمكونات طبيعيه ورخيصه، مش هتكلفك جنيه. هتجيبي كده بخاخه نصها ميه وعليها نقطتين 3 من الخل. انا مرضتش استخدم القمع علشان تشوفي المقدار بالظبط. وهتجيبي بيكربونات او بيكنج باودر اي حاجه. هتحطي بيكنج باودر كله؟ لا خالص، ده احنا هنحط بصي شويه صغيرين جدا، بصي قد ايه، يا دوبك رشه كده بسيطه من البيكربوناتو او رشه بسيطه جدا من البيكنج باودر. ورجي الازازه دي كويس جدا كده، انت عملتي ملمع ازاز ببلاش في البيت، بدل بقى ما تقعدي تجيبيه ويخلص معاكي بسرعه. لا جربي ده وهتدعي لي عليه. تعالي بقى اقولك على حركه حلوه قوي هتعمليها. لو انت عندك معجون اسنان قرب يخلص، هاتي كده قطعه منه وتعالي حلي اكتر مشكله ممكن تقابلك. كلنا بيبقى عندنا الاولاد كاتبين مثلا بالجاف او بالقلم الرصاص قطع صغيره من معجون الاسنان زي ما انت شايفه، هتنضف لك اصعب البقع اللي موجوده عندك في الحيطه واصعب كتابه بجد زي السحر كده، وتخلي الحيطه بتاعتك نظيفه جدا. بس كده لا، جربتي بقى تحطي برضو على قشره ليمونه كده تكوني عصراها شويه من معجون الاسنان، وهاتي بقى عندك المبشره وعندك المخرطه واي حاجه بتصدي منك ادعكي بيها بنص الليمونه دول. عايزه اقولك هترجع حرفيا جديده وهتشيل لك اي صدى. تعالي بقى نشوف فكره الازايز. وهنحط كده منديل مطبخ وبرشه ميه كده بسيطه عشان تثبت المناديل، واستخدمي المناديل اللي هي التقيله دي اللي احنا بنحط عليها بتاعه الزيت. تمام. وسيبيها زي ما انت شايفه كده في كوبايات، وسيبيها تنشف كويس جدا على الازايز. الحركه دي هتريحك قوي لما تيجي تستخدمي ازايز الزيت وهتاخدي منها مباشره، مش هتحطي في علبه بتلاقيها الباقي كده شر وبهدل لك الرخامه وبهدل معاكي الضلفه. الحركه دي بقى المناديل بتمتص اي زيت زياده، فهتحافظ دايما على المكان اللي انت حاطه فيه ازازه الزيت، وهتشرب لك اي شويه زيت زياده. جربيها بجد هتعجبك جدا. وتعالي بقى نكمل باقي الفيديو ونشوف الافكار اللي موجوده فيه.